السلام عليكم متتبعين قناة أصيل تربية الدجاج الفيومي. الوجبة المسائية بو محمد عاوتاني بغا يعطيهم العلف. إخوان أنا تنجي من الثلاث للثلاث، تنجي من السيمانة للسيمانة. بو محمد تيعيط للدجاج والدجاج تابعو تيتسنى العلف. تعالوا اجي تعرفوك دابا تقول لهم كتكت تيجيو. اجي هما هانتوما الإخوان تعالوا الدجاج كما تشوفوا هانتوما ولف بو محمد. تعالوا بعضكم تعالوا. إخوانا الوجبة المسائية تنعطيها لهم في 5، والوجبة الصباحية تنعطيها لهم مع 6 الصباح. وسط النهار تنلوح لهم الخضرة، ضروري من الخضرة. تنجيب لهم بصلة، تنجيب لهم خيزو، تنجيب لهم جميع انواع الخضر، تنجيبها لهم من المارشي معايا. تنجيبها مرة في السيمانة، تيبقى تيعطيها لهم بو محمد كل تعطيها لهم كل 3 ايام تقريبا. والاخوان بالنسبه للعلف راه لا تدير شي علف الا بغيتي الدجاج ما ينقص لك من البيض، تدير شي علف بقى تديرو اللي تعطيهم في الصباح بغيت تعطيهم في العشيه. انت حنا سميتو هاد التجارب هادو دزنا منهم ولقيناهم بانهم تينقصوا لنا البيض، وحنا تنشاركوا معكم المعلومه باش ما تطيحوش في نفس الغلط اللي طحنا فيه حنا وهادشي اللي كاين. يعني بغيتي الدجاج يبقى تيبيض مزيان، بقى تعطيه واحد الوجبه اللي تعطيه، عطيه ماكله مزيانه، عطيه الكالسيوم ديالو، عطيه العلف مزيان ديالو، وخرجوا للمسرح. خرج الدجاج يسرح مزيان وراه غادي يكون غير خير ان شاء الله. والمهم الاخوان هادشي اللي عطا الله راه كنشاركوه معاكم، وتنتمنى تدعمونا وان شاء الله باش ديما وقت ما حطينا الفيديو يوصلكم. والله يسر للجميع، والانسان اللي يدير شي حاجه الله يسهل عليه، اللي يدير الدجاج الله يسهل عليه. بالنسبه لي انا راه تنجي مره في السيمانه هنا، تنجي ترتاح بحكم الخدمات اللي في المدينه والضغط سميتو. تنجي هنا هاد السيمانه هادي الثلاث تندوزو كامل مع الدجاج. والسلام عليكم ورحمه الله، والله يسر للجميع الاخوان.